انسي المشوي والمحمر وتعالي بقى على شغل المطاعم، الشغل اللي على اصوله بصحيح. هتنسى اي وصفة عملتها للفراخ قبل كده. بندخل المطعم لو طلبنا وجبة زي دي بندفع فيها دم قلبنا. طب وعلى ايه؟ ما هنجيب فرخة وزنها 2 كيلو ونجهزها وهتكون معانا ألذ وصفة بإذن الله. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك. وبعد كده معانا فرخة زي ما قلت لكم 2 كيلو، هشيل السلسلة بتاعت الظهر مش محتاجينها خالص. وهبدأ أقسم الفرخة نصين بالشكل ده كده. خلاص، اهم حاجه بقى الفراخ بتاعتنا تتغسل غسله تمام علشان خاطر ما يكونش فيها ريحه اي زفاره. لو عرفت تشيل العظمه اللي في النص دي بالمره شيليها، ما عرفتيش سيبيها، ما فيش اي مشاكل. اهم حاجه احنا شلنا السلسله بالرقبه كده. واي مكان بيسبب زفاره للفراخ برضو لازم نتخلص منه. خلاص كده الفراخ بتاعتنا جاهزه بقى ان احنا الاول هعمل فيها فتحات بالشكل ده كده بالسكينه علشان خاطر تستقبل التتبيله وكمان تستوي معانا كويس جدا. نفس اللي عملته في النص الاولاني هعمله في النص التاني. وهناخد بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما جهزناها بالشكل ده، هتتغسل غسلة تمام تحت الحنفية كده. امسكيها ونضفيها، بصي ما تسيبيش فيها اي دم خالص. بعد كده هبدأ بقى ان انا اجهز لها محلول نقع. المحلول ده مش هياخد مننا وقت كتير ولا حاجة، بس في الاول وفي الاخر هيخلي طعم الفراخ تحفة. معايا عصير ليمونتين، وكمان معايا معلقة كبيرة من الخل، وكمان معايا معلقتين كبار من الملح، ومعانا معلقة كبيرة من الطحينة. وهقلبهم مع بعضهم كده مع 2 لتر من المية. هنقلب نقلب على طول. وبعد كده هجيب الفراخ بتاعتنا الجميلة واسقطها بقى واغطيها بالمية دي ونركنها على جنب شوية على ما نكون جهزنا تتبيلة ممتازة. ما تنسيش كده تحطي لايك وتعملي متابعة للصفحة لو بتشوفينا لأول مرة، ورأيكم في الوجبات أو الوصفات اللي بقدمها يهمني جدا. هنا بقى جبت طبق حطيت فيه معلقة كبيرة من الملح ممسوحة، ونص معلقة صغيرة من الكمون، وهضيف ربع معلقة صغيرة من لون الزعفران، وهضيف معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الكاري. تمام، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعايا نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر. وهي دي كل التوابل اللي استخدمناها. وكمان معايا ربع كوباية من الزيت. هبدأ بقى ان انا اضيفها على المكونات دي مع ربع معلقة صغيرة من السكر، وهنقلب المقادير كلها مع بعضها بالشكل ده كده. نقلب كده لحد لما نتأكد ان مكونات التتبيلة كلها اتقلبت مع بعضها. كده جاهزين بقى ان احنا نغسل الفراخ غسلة كويسة من المحلول اللي كانت فيه ونصفها من المية، واخدها على طول بقى نتبلها بالشكل الجميل ده. بص بقى اعملي مساج للفرخه كده وانت بتتبليها، اتاكدي ان كل حته من الفراخ اتشمعت واتغلفت بالتتبيله الخطيره دي. تتبيله سهله وتتبيله بسيطه هتعملي بيها ألذ مندي هتاكليه في حياتك ان شاء الله. زي ما قلت لكم سعرها بيكون غالي جدا في المطاعم، احنا هنعملها في البيت بكل سهوله وطعم لذيذ جدا ان شاء الله. وانا واثقه ان انتوا لما تجربوها بنفس الطريقه هتعجبكم. خلاص انا بقى تبلت الفرخه كلها مع بعضها بالشكل ده. اهم حاجه بقى تسيبيها 3 4 ساعات على الاقل علشان خاطر تشرب وتطعم من التتبيله. انا بقى علشان اكون صراحه معاكم انا جهزتها من بالليل وسبتها التاني يوم لحد ما الفراخ كده اتشربت واتشبعت من التتبيله، فكانت بجد طعمها تحفه. ما تستعجليش على الوصفه، استنى هعمل معاكم ألذ وصفه ان شاء الله. خلاص نغطيها وهحطها في التلاجة على طول. وتعالوا بقى تاني يوم او بعد 3 4 ساعات زي ما تحبي لو قدامك وقت، هجيب معايا كيلو الا ربع من الرز البسمتي. وهبدأ بقى ان انا اغطيه بالمية المغلية بالشكل ده كده مع معلقة كبيرة من الخل. ليه هنحط مية مغلية؟ المية المغلية مع الخل على الرز البسمتي بتساعد ان الحبة بتاعته تطول. ان الحبايه ما شاء الله ما بتكونش قصيره، لا بتطول معاكي وبتكون ممتازه. هنسيبه بقى الرز منقوع في الميه المغليه بالشكل ده على ما نجهز باقي المكونات اللي هنستخدمها في الوصفه. معايا بصلايه متوسطه هبدا ان انا اقطعها تقطيع صغير جدا. عايزه البصل يعني ما يبانش كتير في الرز. تمام. خلاص بقى بعد ما قطعنا البصل بالشكل ده كده معايا تقريبا 10 فصوص توم قشرتهم. وكمان معايا 3 وحدات من الشطة الخضراء، وباقي المكونات هنعرفها واحنا شغالين. تعالى بقى كده نبدأ في التسوية. حطيت حلة على النار، طبعا حلة مناسبة لكمية الرز اللي معانا، فيها معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة. وهستنى يسخنوا وبعد كده هضيف البصل. هقلب بقى البصل من وقت للتاني يا دوب بس نسيبه يدبل شوية، وبعد كده هروح ضايفة التوم قبل ما البصل يلون يا دوب بس دبل. بعد كده معايا واحدة لومي و3 ورقات من ورق اللورة،
وكمان معايا الشطة الصغيرة اللي هي متجففة بالشكل ده، ومعايا 5 وحدات من القرنفل، فصين حبهان، عود من القرفة، 5 فصوص مستكة، وكمان معايا يعني معلقة صغيرة من الفلفل الاسود الحصى. لو عندك كزبرة حصى ضيفي بقى ايه يعني تقريبا برضو نص معلقة صغيرة. ما عندكيش كزبرة حصى ضيفي بودر بالشكل ده ربع معلقة صغيرة. قلبت شوية لحد لما البصلة اخدت لون، ونزلت بالشطة بقى الخضرة اللي معانا، وهضيف يعني تقريبا، يعني انا مستخدمة وليكن 3 كوبايات من الرز، هضيف 4 كوبايات ونص من المية. تمام. ضفت معلقة من الملح وهقلب. نستنى بقى ان المية تغلي. على ما تغلي اكون بقى صفيت الرز وغسلته غسلة كويسة. هضيف بقى الميه زي ما قلت لكم. في الحله اللي انا مستخدماها دي حله ستانلس. تمام. وكتير قوي مننا بيشتكي ان هو لما بيستخدم الحله الستانلس للرز اللي بتلزق او الرز بيشيط. انا مستخدمه معاكم الحله الستانلس اهي، وكمان هنسوي الرز في الفرن. بس اهم حاجه مزوده مقدار الميه، يعني المقدار الطبيعي مثلا 3 كوبايات رز بسمتي عليهم 4، انا حطيت 4 كوبايات ونص. بعد كده بقى ولعت الفرن وسبته يسخن كويس جدا، وغطيت بقى الحلة بالورق الحراري بالشكل ده، وعملت عمق كده بسيط، يعني ضغطت بايديا كده في الورق الحراري، عملت عمق بسيط كده. وهعمل بقى فتحات بالسكينة بالشكل ده علشان خاطر بقى نحطه فوقها الفراخ بتاعتنا اتطعمت واتبلت كويس جدا. اهم حاجة اوعي تنسي تعملي لي متابعة، وكمان اكتبي لي كومنت وقولي ايه رايك في الوصفة بتاعتنا ان شاء الله. خلاص بقى انا هجيب الفراخ بعد ما اتبلت زي ما اتفقنا، واخد بس شوية صغيرين من التتبيلة على وش الفراخ بالشكل ده، وخلاص بقى مش لازم لنا بقى باقي التتبيلة. هنعمل ايه تاني علشان خاطر الفراخ بتاعتنا نتأكد ان هي تستوي تماما؟ هنجيب ورق زبدة. بصراحة ما لقيتش عندي غير ورقة صغيرة، قلت مش مشكلة هستخدمها، غطيت بيها الفراخ بالشكل ده. وكمان هغطي عليها بطبقتين من الورق الحراري، يبقى حطينا طبقتين ورق حراري تحت الفراخ وطبقتين فوقيه بقى علشان نكمر كده البخار. مفيش اي بخار يخرج، فبالتالي الفراخ والرز يستووا بقى ايه على الهادي كده. خلاص بقى دلوقتي جاهزين ان احنا ندخل الحلة الفرن ساعة وربع. اول ربع ساعة على نار عالية، وبعد كده هبدأ ان انا باقي الساعة على نار هادية. يعني اول حاجة 240 ربع ساعة، وبعد كده 150 ساعة كاملة. تعالى بقى شوف الجمال. شوف الجمال وقولي ما شاء الله اللهم بارك ونصلي على النبي. بصوا غرقوا كده الحلقة بتاعتنا لايكات بقى. بص الفراخ بتاعتنا عامله ازاي بعد ساعه وربع بالظبط. الفراخ يا جماعه دابت، انا لحد دلوقتي ما شفتش الرز ولا عيني بصوا شافته من غيركم. فانا هكمل الوصفه بتاعت الفراخ، احطها بقى كده تتحمر تحت الشوايه. انا طفيت الفرن خلاص، هولع بس الشوايه. بصوا بقى الفراخ دي محتاجه يا جماعه تتاكل اكل، محتاجه بقكم. بصوا بقى الجمال. هسيبها بقى تتحمر شويه صغيرين، وتعالوا بقى نشوف الجمال بقى. خلاص حابة تديها لون اكتر من كده تمام، اللي يريحك. نشيل بقى الفراخ. وتعالي بقى يا حبيبتي انت وهي شوفوا المفاجأة بتاعة الرز. انا عن نفسي انبهرت. شوفي بقى انت لما تجربي النتيجة بإذن الله تطلع معاكي عاملة ازاي. نشيل بقى الورق الحراري ده، وتعالي نشوف الرز ايه اخباره. بصوا الجمال. بصوا بقى. اتحداكي بقى ان انت لو عملت الرز بالطريقة دي هتطبخيه على البوتاجاز تاني. بصوا تحفة. الرز نسري كده وحبة من حبة، والله ولا حباية لازقة في الحلة. الرز كده مفرفر ومفلفل من بعضه. يستاهل يستاهل انك تجربيه، ويستاهل انك تدعمي الحلقة بتاعتنا. بصوا الجمال. ولا الريحة بقى. ريحة وطعم يعني بص مش هتقدري تقاوميه بصراحة. يعني من الاخر عمرك ما هتفتكري اصلا او هتفكري انك تشتري مندي من بره. وصفة تنفع عزومات بصحيح. بصوا الجمال. تعالوا بقى كده نحط الفراخ كده على الرز. قدمي بقى بالطريقة اللي تريحك، الرز لوحده في طبق والفراخ لوحدها في طبق زي ما تحبي. بس لما بيكونوا الاتنين فوق بعض كده بيكون الموضوع يعني شكله اظرف بكتير. شوية خضرة بقى على وش الطبق. وتعالي بقى بص الفراخ والله ما متحملة ان انا اصلا اشيل العظمة بتطلع كده يعني بصوا سلتة من نفسها. اتمنى تعجبكم الوصفة.